غادة حميد الحميد بالهيئة الإدارية العليا لتجمع نساء زانوبيا في مدينة منبج. تجمع نساء زانوبيا هو تتويج وانتصارات المرأة في شمال وشرق سوريا. طبعا كنا بنعرف مجلس المرأة في مدينة منبج، فبعد طيلة 6 أشهر ونضال الرفيقات وجهودهن طبعا بالرفيقات، تم إعلان تجمع نساء زانوبيا على 4 مناطق يضم الرقة والطبقة دير الزور ومدينة منبج. طبعا نحن كنا يعني على نطاق ضيق بس منبج وريفها، لكن هلا بجهود الرفيقات المناضلات الذي توقفن على تنظيم تجمع نساء زانوبيا، فأعلن على 4 مناطق. تم المؤتمر التأسيسي الأول كان في مركز الرقة مدينة الرقة، فتم إعلان المؤتمر التأسيسي الأول 2020/6/1. بعد إعلان الهيئة العليا تم فرز مهام الهيئة العليا لكل منطقة. طبعا كل هيئة تستلم مهامها. طبعا رفيقات نحن في عنا عدة لجان، لجنة الاقتصاد، لجنة التدريب، لجنة العلاقات، لجنة الاقتصاد واللجنة المالية، إضافة إلى لجنة دار المرأة. هدفنا رفيقة طبعا نحن أنه كلياتنا كنساء مثل ما توحد في شمال وشرق سوريا توحيد النساء، توحيد المرأة بشكل عام. بالتوحيد رح نلاقي قوة كبيرة عند كل الرفيقات، فحطينا هالتنظيم هذا هدف انه كقوة نتماسك ونتضامن ك4 مناطق، رح نكون قوة كبيرة فعالة. وحاليا كمان إضافة إلى انه بنعرف انه شو في وضع المرأة في الرقة، وضع المرأة في منبج، يتعرفوا على النقاط هاي الرئيسية. الهيكلية التنظيمية بالبداية نحن تجمع نسائي سياسي اقتصادي يضم جميع النساء كافة المكونات وكافة المهمات. طبعا رفيقا نحن اكثر شيء يعني انه حتى النساء حاطينها انه اللي ما عندهم شهادات نحن نوقفهم ونخليهم يستمروا بحياتهم الاجتماعيه ضمن المجال، ونفعلهم بضمن المجال اللي هن بيحسنوا يثبتوا وجودهم. مثال عندنا لجنة الاقتصاد هي خاصة بالنساء وتعمل تقوم على تفعيل المشاريع اللي خاصة بالمرأة. أول ما بلشنا في مدينة منبج، بعد ما بلشنا بفرز اللجان، بعد تم فرز اللجان حطينا خطة عمل لتعريف تجمع نساء زانوبيا والهيكلية التنظيمية اللي خاصة بالتجمع. إضافة إلى المحاضرات حطينا كمان خطة محاضرات ضمن المجتمع، وعدت فترة كمان إنه الوضع السياسي في مدينة منبج كمان شاركنا فيه، وحطينا إنه رفيقات على شرح الوضع السياسي في مدينة منبج. وطبعا نحن في تجمعنا الرفاق كلياتنا مشاركين في كل كافة الفعاليات إلا فعاليات خاصة، وكمان إضافة إلى الفعاليات ضمن مراكز ضمن مدينة منبج. مع الرفيقات قمنا فيها، حطينا هيكلية تنظيمية كمان إنه محاضرة، وقمنا بتزيين المدينة مراكز المدينة، وإضافة إلى المحاضرات ضمن النواحي ضمن المؤسسات ضمن مدينة منبج. محاضرات هي محاضرة العنف ضد المرأة، وشاركنا فيها ومع ضمن المؤسسات يعني كاتفنا حتى النساء ضمن المؤسسات شاركن بهالحملة، هي حملة العنف ضد المرأة. نحن أهدافنا أهداف تجمع نساء زانوبيا يعني إنه نكسر العنف ضد المرأة، ونحاول قدر الإمكان ننهي الذهنية الذكورية اللي مسلطة على المرأة بشكل ضمن مجتمعاتنا. وطبعا إضافة إلى العادات والتقاليد والعيب والحرام، يعني القيود اللي مطوقة المرأة نحن حابين إنه نكسر القيود اللي مقيدة المرأة. طبعا نحن حابينها إنه تكون على فكر قائدنا عبد الله أوجلان، فكر الإدارة الذاتية، إنه المرأة تعرف حقوقها بالميراث، حقوقها بالدراسة، حقوقها كإنسانة موجودة بهالإنسانية هاي، حقوقها إنه تاخذ حقها بالميراث، حقوقها إنه تكمل تعليمها. هذا كافة حقوق المرأة، حابين إنه توصل لهالدرجة هاي المرأة من الفكر ومن الوعي
وما تضل مستقلة ضمن المجتمعات. لكن احنا كنا مشاركين بحملات هي محاضرات لتعريف تجمع الإنسان الثانوي، وضمنها إضافة للمخدرات والموبايل والتكنولوجيا وآثار التكنولوجيا. فمنها المحاضرات يعني بعد ما خلصت محاضرة أنا بإحدى القرى في الفارات، قامت الأم أخذت من التليفونات من أولادها وشالت الموبايلات وسكرتهم، وواحد كمان من ضمن اللي موجودين بالمحاضرة من الرجال أخذ الموبايلات وكسرها قدامنا. فاحنا يعني هي فرحتنا عندنا اياها انه لا توصف، يعني ردة فعل الاهالي كيف استقبلونا وكيف يعني ردة فعلهم انه مضبوطة التكنولوجيا رح تكون سبب لدمار العائلة. نحن لازم نكون نوعي اجيالنا وابنائنا، ولكن لازم نكون يعني انه حكينا ضمن المحاضرة على يعني اسباب الدمار الشامل بما يخص الموبايلات والتكنولوجيا الحديثة اللي تسبب على أطفالنا وكمان على جيلنا المستقبل، وعلينا نحن كمان كأنفسنا كمان تشكل دمار شامل للعائلة. فنتيجة هي يعني يعني احنا كنا يعني فخورين بهالنتيجة هذه. طبعا احنا هدفنا نكون أوسع وأكثر، وحابين إنه حاطين أهداف مستقبلية إن شاء الله بالأيام المقبلة رح نوقف عليها ونوعي كل الشعب ونوعيهم انه ليكونوا واعين قدر الامكان انه الوعي السياسي والاخلاق يرتقوا باخلاقهم، الاخلاق والفكر، فكر قائدنا عبد الله أوجلان. طبعا يكون مجتمعنا راقي وواعي يعرف انه الغلط ومن العيب ومن الحرام، ويفرقوا في ضمن مجتمعاتنا باكثر شيء بالوضع السياسي، ما يربطوا انه يوقفوا حدهم. من هالبند هذا نحن يعني وقت ردة فعل الأهالي نحن كتير انبسطنا بوقتها، فحبينا إنه هالإنجازات هي إنه نوعي، وحبينا حطينا أهداف أو أكثر حملات توعية مكثفات يعني مشان نوصل لأهدافنا. أنا يعني تجمع الإنسان الثانوي يعمل بالرقة الاجتماع السنوي، فضمن تقييم وضع المرأة وبعد انتهاء الاجتماع بشكل عام يعني أكثر شيء من المقترحات ضمن المقترحات اللي قدمتها المرأة في 4 مناطق طلبوا إنه يكون للمرأة عندها قانون يدافع عنها. فمن هالبنود هي القوانين اللي الصارمة حابة إنه كنساء يتوحدن في 4 مناطق، وإضافة لمشاركة في شمال وشرق سوريا كمان حبينا إنه نوصل صوتنا إنه بيحطوا قانون يناصف المرأة ويكون يعني موجود في قوانيننا المجتمعية. طبعا رفيقا نحن نعرف إنه العادات والتقاليد تربطنا أكثر شيء نحن كمجتمع، فلكن حابين إنه يعني صوتنا يصل، وحبينا إنه يكون للمرأة قانون يعني يمنع العنف ويمنع الضغوطات عليها ويعطيها حقها ضمن المجتمع بالكامل. نوصل صوتنا يعني حكينا بهالموضوع وناقشنا، ولكن يعني هن يقولوا يعني اليوم اكثر شيء قلت لك رفيقه سد هالقانون هذا انه نحن عاداتنا وتقاليدنا تربطنا وما فينا نطبق هالقوانين ضمن 4 مناطق. قايمين مثل ما ذكرتي بالبدايه انا كنت من رفيقات مع مجلس المراه وحاليا بتجمع الإنسان الثانوي، يعني عملنا التوعيات، وهلا يقولوا نحن عملنا حملات توعيات مكثفة، ولكن نحن مجتمعنا يعني للأسف يعني ما يستقبل. يعني هلا في بدنا نقول انه مجتمع تحرر، ما لسه ما تحررنا، ما وصلنا للفكر للدرجة هي، للدرجة المتحررة يعطوا حق للمرأة ويعترفوا فيها. يعني هلا اليوم نحن صار لنا 6 سنين في مدينة منبج، ولكن لسه المرأة مقيدة ضمن إطار ضيق، وما تحسن حتى انه تدافع عن حقها ضمن المجتمع، وحتى انه تجي تشتكي على دار المرأة، يعني حتى الشكوى يعني ما فيها توصل لها الوصولات. فنحن حابين انه في الايام المقبلة انه طبعا الى ايجابيات كثيرة حملات التوعية، ولكن انه في وضع المرأة يضل حساس، لانه مجتمعنا تربط العادات والتقاليد، وطبعا عشاير احنا عشاير تربطنا العادات والتقاليد. فمن هالنقطة هاي حابين انه يعني نتمنى امنيتنا للايام الجاية انه شوي انه يتحرروا ويعرفوا الفكر اللي عم ناشد عليه انه مو فكر
تحرية العار وإنه المرأة تتحرر من جسدها. نحن حبينا إنه نوعي المرأة ونعطيها كامل حقوقها مثل ما رب العالمين سبحانه وتعالى أمرها وأعطاها الشرعي إنه تاخذ كامل حقوقها بالقرآن الكريم. إضافة إلى نحن طلبنا إنه كمان تعطوها حقها كإنسانة موجودة ضمن المجتمع وإلها حقوقها كأم، كزوجة، كأخت، كخالة. قلت لك ذكرت إنه من كافة حقوقها اللي موجودة بالحياة، إنه حقها كإنسانة إنه تتعلم، إنها تدرس، إنها تعرف حالها مين هي، إنها تكون تاخذ حقها بالميراث، إنها حقها كثير حقوقها المرأة إنه تثبت وجودها ضمن المجتمع، إنه كمان إضافة إلى إنه تتعلم وتتوعى وتعرف حالها إنه ذاتها إنه شو هي وشو المرأة قوتها وجوهرها الداخلي. الأيام المقبلة إنه تكون المرأة أوعى من هيك، ونتمنى لهم يعني الفكر إنه يكونوا نساء متحررات فكريا. وإضافة نستذكر النساء اللواتي مهجرات من أراضيهن تل أبيض وعفرين ورأس العين والبراقي المناطق المحتلة، فحابين إنه نعايد عليهن ونعايد إضافة إلى النساء السوريات بأكمل